مساء الخير والعافية. فطور ليلة القدر الثانية، يلا نبلش ونقول بسم الله. اليوم سويت تشريب مال لحم أصفر وتمن باقلة. وياكم الطريقة راح تكون بالتفاصيل. هنا أنا عندي اللحم مسلوق وكامل، راح أحمسه. خليت له ملح وكركم ونوم بصرة ورشة كاري، وضفت الأشياء اللي باقي عليه مثل نوم بصرة صحاح، وبصل وبتيتة وشوية لبلبي، طبعا يحبون اللبلبي. ضفت عليه الملح. طبعا بليالي القدر احنا نطلع ثواب لأهلنا، فمن نخلي الملح عادة يعني متعلميها من أمهاتنا. نسمي بسم الله ونقول قربة إلى الله، وهذا الثواب باسم من الثواب مالته يروح. هيج متعودين. الشوربة هنا كاملة ومجهزة على صفحة، والتشريبة كملتها وبلشت بالباقلة. أفور مي وأخلي الباقلة، إحنا هاي طريقتنا. أضيف له الملح وأخليه إلى أن يستوي استوى كامل. بعدها أضيف الشبنت. من يستوي الشبنت وياه كامل يحتاج له تقريبا ربع ساعة أو 10 دقايق. بعدها أضيف التمن. من ضفت التمن وملحه هو اللي خليته بالبداية، بعد ما أخلي فوقه ملح ما يحتاج أكثر. هدرته وكملت الحمد لله والشكر. وراح أجهز حلاوة التمر. هنا أنا عندي زبد وشوية زيت، وأحمس وياه طحين. من نحمس الطحين أضيف الهيل وياه بالحمسة مال الطحين. أنا أحب أخلي له طحين، يعني يطلع نكهة التمر أطيب هواية. هنا ضفت الهيل وخليت التمر مفلس أكيد وكامل، وأخليه ينعجن على راحته. بعد ما انعجن بهاي الطريقة أخليه يرتاح شوية وأفرده بالفرادة مال الحلويات. أخليه على تشيز جوا وتشيز فوقه. وهنا حشيته مكسرات، أي نوع مكسرات تحبون، مو شرط اللي أنا خالته، أنا خالة جوز ومن برا سمسم. انتم أي شي تحبون عادي، فستق حلبي يصير، مبروش تخلونه ببطنه هم يصير، أي نوع اللي متوفر عندكم. هنا أغطيها كلها الرولة بالسمسم بهذا هالشكل، وألفها زين وأخليها بالمجمدة فد نص ساعة. لا تخلوها تبرد زايد حتى تتقطع براحتها. هنا أنا كملت كل شي وبلشنا بالصب مال التوزيعة. نوزع الشوربة بالبداية والرقي، وبعدها نصب الفطور. هم نطلع من عنده باسم الله وأهل البيت. وهاي ليالي القدر عظيمة. هنا أنا سويت مكعبين زبدة ويا زيت وبصل ورقاع التمن. وبعد أخليها من عنده شوية، أخلي له زعفران وصبغ اللوزينة شنو تحبون تسمونه، وأضيف عليه تمن. أقلبه زين، أخليه يجهز وأخليه على الوجه مال التمن. بهالطريقة كل سهل وبسيط أصلا بهالشكل. ونصبه، وألف نعمة وعافية علينا وعليكم يا رب. سهمنا وسهمكم العافية، وإن شاء الله ينعاد علينا وعليكم رمضان بألف صحة وهنا يا رب العالمين، وخير وبركة وتحقيق الأماني. هنا أنا صار عندي وقت، قلت خليني أروح أزور الإمام الحسين، وهم أخلي العفو أكمل أعمال ليالي القدر بالإمام الحسين. كانت الأجواء كلش حلوة، وأكو مواكب على مود وفاة الإمام علي عليه السلام. زرت ودعيت لكم، أكيد ما نسيتكم الدعاء وكل أمة محمد. وكملت الأعمال ورجعت بالساعة 11 للبيت الحمد لله.